مالك يا احمد، في ايه؟ هو انت مصروف معاكي بيكفيكي؟ الصراحه يا احمد مش بيكفيني، ومش بعرف اشتري حاجات حلوه كتير زي صحابي. انا بيبقى نفسي في حاجات كتيره قوي وكل حاجه غاليه. احنا لازم نكلم ماما عشان نزود لنا مصروف شويه. عندك حق يا احمد، ماشي لما نروح نتكلم معاها. ماما، انا واحمد عايزينك تزود لنا المصروف شويه علشان كل حاجه بقت غاليه. يا ماما، احنا بنعرف نشتري اي حاجه احنا نفسنا فيها. طيب يا حبايبي، ما هو زي ما الحلويات غلت، الاكل والشرب ومصاريف وكل حاجه غلت. طب واحنا نعمل ايه يا ماما؟ واحنا مالنا يا ماما؟ ما اصحابنا بيجيبوا اللي هم نفسهم فيه واحنا لا. هو ان امتى يا ميرو احنا بنبص لغيرنا؟ وبعدين انا بديكوا اللانش بوكس فيه الاكل بتاعكم، الاكل ده مش بفلوس، وبحط لكم فاكهه، الفاكهه دي مش بفلوس. وبعدين الحلويات ده حاجات اصلا غير صحيه وحاجات متعبه وبتجيب امراض. قلتوا عايزين نجيب حلويات زينا زي اصحابنا، ما منعتش وعطيتكم مصروف، كمان المصروف ما بقاش مكفيكوا دلوقتي يا ميرو انتي واحمد. انا اصحابي بيجيبوا حاجات بيكون نفسي فيها وعاوزه اجيبها. بص يا حبايبي، انا فاهماكوا، بس لازم انتوا برضو تفهموا ان في اولويات، لازم الاهم فالمهم. يعني ايه يا ماما اصلا اولويات؟ يعني ينفع ما احطلكمش اكل في اللانش بوكس بتاعكم واديكوا فلوس تشتروا حلويات؟ عادي يا ماما، يا ريت. وتضعفي ويجيلك امراض وشعرك يقع وذكائك يقل يا ميرو؟ وينفع ما اجيبلكوش لبس حلو تلبسوه؟ ايش دخل ده في ده يا ماما؟ ما هي دي الاولويات اللي بقولكوا عليها. يعني لازم تاكلوا كويس، تلبسوا كويس، تتعلموا كويس، وبعد كده الحلويات والحاجات الثانويه دي مش اولويات. ما يتوفر معايا فلوس زياده تاخدوا زياده، ما فيش فلوس زياده خلاص يبقى نتحمل مادام الاولويات موجوده. يعني يا ماما مفيش فايده؟ يعني مصروفنا مش هيزيد؟ يعني هل لو في متوفر انا هستخسر فيكم ولا هبخل عليكم؟ ما طبعا مش هستخسر فيكم، بس لازم تتحملوا معايا المسؤوليه، ولازم تتصرفوا على قد الميزانيه اللي معاكم. ومع ذلك انا عندي اقتراح. ايه هو يا ماما؟ انا بكره هديكم مصروف تشتروا كل اللي نفسكم فيه، بس بقيه الايام هتاخدوا المصروف اللي انتوا بتاخدوه كل يوم. بكره بس يا ماما؟ بكره بس يا احمد، عشان تجيبوا اللي نفسكم فيه مش اكتر يا حبيبي. ها، موافقين يا ولاد؟ موافق يا ماما. طبعا يا ماما موافقه، على الاقل نجيب اللي نفسنا فيه، ربنا يخليكي لينا. خدوا بالكم يا ولاد، الحلويات دي اكل غير صحي وبيجيب امراض، ومش صح ابدا ان انتوا تجيبوها، بس انا عطياكم الاختيار وانتوا احرار. عارفين العصير اللي انتوا بتحبوه ده؟ ماله يا ماما؟ حد عارف الفاكهة اللي معصورة دي شكلها ايه؟ نضيفة ولا مش نضيفة؟ السكر اللي معمول منه العصير نوعه ايه؟ وبيعمل ايه في المخ؟ تصدقي يا ماما عرفتيني. امال لو تعرفوا الشيبسيهات والحاجات اللي انتوا بتشتروها دي، الله اعلم معمولة من بطاطس شكلها ايه، ولا الزيت اللي مقلي بيه معمول ازاي. يعني هنا لما بنعمل حاجة في البيت بيبقى الحاجة نظيفة ومضمونة، لكن بره ما نعرفش مصدرها ايه، كل اللي بيعملوه بيحطوا عليه أطعمة وبس عشان الأطفال تشتريها. امال بعد الشر أمراض السرطانات دي بتيجي من ايه؟ من الأغذية الغير صحية اللي بتتباع وانتوا واقفين أصلا عمالين بتتخانقوا معايا علشان. ربنا يحميكوا ويحمي ولاد المسلمين ويشفي كل مريض، اللهم امين. واللي مش بيجيله سرطان بيجيبوا امراض تانية وحشة قوي، غير لما تلاقي شعرك بيقع وتلاقي نسبة ذكائك قلت ومستواك الدراسي قل بسبب سوء التغذية. يا ماما بصراحة انت خوفتيني، خلاص انا بكرة مش عايزة مصروف. لا يا حبيبتي، طبعا هديكم مصروف بتاعكم، انا كنت عايزة افهمكم يعني ايه اولويات، ويعني ايه نختار الاهم فالمهم، والحاجات اللي ملهاش لازمة وكمان ممكن تضر صحتنا لما يتوفر معانا فلوس يا ميرو، وبتبقى بكميات قليلة قوي قوي علشان ما تضرش صحتنا.
لا يا ماما، انا مش هجيب من الحاجات دي تاني. انا ههوش مصروفي واجيب الحاجات اللي انا كان نفسي فيها. انا بقى هشتري الحاجات دي مرة واحدة في اسبوع. براحتك يا احمد، انت كده عرفت الصح من الغلط، وحاول تقلل من الحاجات دي على قد ما تقدر. حاضر يا ماما، هحاول امسك نفسي وماخدش معايا فلوس.